علم الأعداد يا برج الجدي جاي يقولك استعد. شهر فبراير 2026 هو شهر فك القيود اللي كانت مكتفاك من سنين. انت برج ترابي دايما بتدور على الاستقرار، على النتائج الملموسة. الشهر ده بقى مع طاقة سنة 2026 ببشرك ببداية مرحلة البناء الحقيقي والتمكين. طاقة الرقم 2 في شهر فبراير بتتحد مع طاقة السنة عشان تديك مفتاح الحل لمواضيع بقى مالية، لمواضيع عملية كانت معقدة. والجميل ان كوكب زحل وده الحاكم بتاعك موجود في وضعية داعمة جدا بتخليك ترتب اولوياتك بذكاء، وهتقدر تتخلص من اي حمل زايد كان معطل مسيرتك. هنلاقي ان كوكب المشتري كمان بيبعت لك اشارات وفرة غير متوقعة، وممكن تلاقي مثلا ابواب كانت مقفولة فجأة تتفتح قدامك. ترقية مثلا، مشروع جديد، تسوية الموضوع قانوني، حاجة مادية قديمة. بس خد بالك قوي، لان وجود كوكب المريخ في زاوية معينة بيحذرك من العناد. ده مش شهر التصادم، ده شهر الذكاء الاجتماعي ليك. انت محتاج تستخدم الدبلوماسية عشان تاخد اللي انت عايزه من غير خسائر، لان طاقتك هتكون قوية جدا. ممكن كلمة واحدة منك تتفهم غلط وتعمل أزمة كبيرة انت ما كنتش محتاج ليها تماما. انت في شهر 2 هتكون في حالة بالظبط عاملة زي حالة إعادة ضبط المصنع. هتعمل إعادة ضبط مصنع لمجالك الطاقي، والكون بيبعت لك رسالة واضحة إن ده وقت الشفاء بالنسبة لك، وأي تعب جسدي هينتهي. ده وقت السعي الذكي، يعني تنجز أكتر بمجهود أقل. وده كود مهم جدا لازم تفعله في حياتك الشهر ده يا جدي. خد بالك من صحتك ومن طاقتك النفسية. بلاش تشيل هموم العالم فوق كتافك، لأن شهر فبراير بيقولك إن أنت دلوقتي الأولوية ليك أنت. الكواكب بتدعمك في إن أنت تظهر مواهبك الدفينة. ممكن تلاقي نفسك في شهر 2 بتعمل حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده خالص تماما، بس هتنجح فيها نجاح مبهر، واللي حواليك كمان هيستغربوا. واهم نصيحة ليك في فبراير 2026 ان انت تكون مرن. سيبك من التيبس اللي انت عشت فيه لسنين، خليك مع التيار، لان التيار المرة دي هياخدك لمكان احسن بكتير مما كنت تتخيل. انت داخل الفترة اللي جاية على فترة سيادة حقيقية، بس محتاج تنظف ملفات الماضي وتسامح نفسك على اخطاء قديمة عشان تدخل بوابة فبراير وانت مستعد للاستقبال الكبير. ما تنسوش ان انتوا تسألوا عن كورس فك الشفرة لو انتوا عايزين تكونوا القائدين لحياتكم في 2026. اي حد حابب ان هو يستفسر يقدر يكتب لي كلمة تفعيل في الكومنت وانا هرد عليه بالتفاصيل، او يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.